مقابلة مع عميل قال لي مختار بصراحة احنا مش فارق معانا الديكور، اهم حاجة الاكل يبقى حلو والمزيكا تشغل الناس. فانا رديت قلت له تمام، بس ينفع اسألك سؤال واحد؟ عايزين الناس تفتكر الطعم والاغاني ولا اليوم كله؟ أهلا بيكم في الحلقة 9 من بودكاست على مزاج العروسة. أنا مختار، منظم حفلات ومصمم لحظات، والنهاردة هنفك مع بعض واحدة من أكتر الجمل اللي بتسمعها ودان أي منظم: مش فارق الديكور، المهم الأكل والمزيكا. فهل ينفع تفصل الحاجات دي عن بعض ولا التجربة بتتبني كوحدة واحدة؟ خليكم معايا، هنحكي حكايات حقيقية ونطلع بخريطة عملية نمشي بيها بكرة. ورجعنا لكم تاني، وخلينا نقول إن الديكور مش ورد وشرايط وخلاص. الديكور هو البيئة اللي بتحصل فيها كل حاجة. الأكل بيتزوق تحت إضاءة معينة وطاولة مترتبة أو متبهدلة. الموسيقى بتتسمع في مساحة صوت محسوبة أو بتتقلب دوشة. الصور والفيديو بتسجله في مشهد، فيا إما يلمعك يا إما يضلمك. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني الطعم والصوت مرتبطين بالنظر والحركة والراحة، فده اسمه عندنا تصميم التجربة، مش نعمل ديكور ولا لأ. خليني أحكي لكم. كان في فرح لذيذ، ناس قريبة من قلبي قالوا لي يا مختار ركز على الأكل والدي جي والباقي بسيط. عملنا أفضل كاترينج والدي جي كان جامد، لكن الطاولات كانت قريبة زيادة، الضيوف اتحشروا، والإضاءة كانت بيضة على الأكل، كل حاجة باينة متسطحة ومش مشهية. السماعات محطوطة غلط، فالشباب اتدبحوا صوت والكبار صدعوا. والنتيجة الأكل حلو بس مش مريح، والمزيكا جميلة بس صخبة، والناس قامت بدري، مش لأن الأكل والمزيكا وحشين، لكن لأن البيئة خذلتهم. ونيجي للقصة التانية، لما لمسة ديزاين بسيطة خلت اليوم يتحكي. عيلة قالت لي نفس الجملة: اتفقنا نعمل حد أدنى ذكي، إضاءة وطبقات ونقط دافية على الطاولات بدل نور سقف فاقع. توزيع المقاعد كان بيسيب ممر حركة وواضح للضيافة والمصورين، وكان في ركن رايق للكبار وسبيس مفتوح للشباب قدام الدي جي. تنسيق الطاولات كان بسيط ومفرش نضيف، قطعة مركزية واحدة، مناديل مظبوطة، ومع نفس الكاترينج ومع نفس الدي جي. الناس قالت اليوم رايق ومبسوط، الصور طلعت حلوة، المزيكا مسموعة ومش مؤذية. هنا هتفهم ان الديكور مش رفاهية، ده مساند للصوت والطعم والذكر. تعالوا معايا واشرح لكم الدليل العملي خطوة بخطوة. احنا عندنا 3 حاجات بنتكلم عليهم: الديكور والمزيكا والأكل. أول حاجة هنتكلم فيها اللي هو الديكور. لما نيجي نعمل حد أدنى للديكور، بيبقى مثلا مدخل بسيط، فلازم يبقى في المدخل ده في لوحة أنيقة، إضاءة دافية، في نقطة تصوير معينة. والإضاءة هنبعد عن الأبيض الفاقع وهنعتمد على الإضاءة بتاعت الجو العام والكوشة واللحظات اللي هي الخفيفة للرقص فيها بيبقى الإضاءة خافتة. تالت حاجة توزيع الجلسات، فلازم نعمل دايما ممر خدمة علشان ما نعطلش الضيافة. ولو كان في الموضوع كنب وكراسي، فلازم تبقى في كنب وكراسي للكبار مريحة وفي مساحة تخلي الشباب يتفاعلوا. ولو كانت الطاولات، فلازم الطاولة تبقى نظيفة وعليها مفرش مظبوط، عليها قطعة مركزية واحدة، ولازم يبقى في ورد، ولازم يبقى في شموع. نيجي للكوشة اللي هي بتبقى منطقة العروسين، لازم يبقى خلفية بسيطة ونظيفة وإضاءة مش نور قاسي، يعني بنخلي الإضاءة خافتة. نيجي لتاني حاجة واللي هي المزيكا. المزيكا لازم نعمل منحنى طاقة مع الدي جي، بحيث ان بيبقى فيه استقبال، بعدين صعود تدريجي، بعدين وقت الذروة، بعدين بريك، بعدين ختام مبهج. توزيع السماعات لازم ما نركزش الصوت في ركن واحد، لازم نوزع بحسب علشان المكان ما يبقاش دوشة. نيجي لحاجة تالتة اللي هي قائمة التشغيل بتاعة الدي جي. لازم يبقى 20% كلاسيك للكبار، 60% مثلا شعبي للشباب،
و20% فقرات خاصة، مثلا دخول، كتب الكتاب، لحظات. لازم يبقى فيه ميكروفونات ومونيتير، فلازم نسأل على اختبارات الصوت قبل الحفل. ونيجي لتالت حاجة وهي الأكل. طبعا لازم يبقى فيه جودة، تقديم، توقيت. الإضاءة على الأكل لازم تبقى دافية وخفيفة بتخلي الألوان فاتحة النفس. التقديم بيبقى فيه صفوف واضحة وأدوات مترتبة وحركة سلسة علشان نقدر نخدم الضيوف. التوقيت ما ينفعش الأكل يطلع وقت الذروة بتاعت الرقص، فلازم نخلي فيه خطة توقيت مع الدي جي. المية والمشروبات نقطة موزعة بذكاء على كل طاولة عشان محدش يعطش. ونيجي لحاجة اسمها توزيع الميزانية الذكي. فلما تيجي تعمل توزيع ميزانية ذكي لازم تقول 30% ل 40% الأكل والضيافة، 20% ل 25% صوت، إضاءة، مزيكا، من 20% ل 25% ديكور، وحد أدنى ذكي يبقى مدخل، إضاءات، طبقات، طاولات، كوشة بسيطة، و10% أو 15% للتصوير، لأن ده اللي هيفضل هو الذكر. فالمبدأ ما نكمبرش بند ونصفر باقي البنود، عايزين التجربة كلها متزنة. وفي كورس كواليس الفخامة عندنا وحدة كاملة عن تصميم التجربة الكاملة، ازاي الديكور يدعم الأكل والمزيكا والصورة بدل ما يزاحمهم. فبنشتغل عملي على خرائط توزيع وإضاءات ومنحنيات طاقة. وفي نهاية الحلقة خليني أقول لك أنت مش محتاج تصرف على ديكور مبالغ فيه، لكن محتاج ديكور يخدم الأكل والمزيكا والراحة. لما البيئة تبقى مظبوطة كل تفصيلة هتبان في أحسن صورة، الطعم والصوت والصورة والذكر. أنا مختار، ودي كانت الحلقة التاسعة من على مزاج العروسة. استنونا في الحلقة الجاية واحدة من أقوى الجمل اللي اتقالت: الكوشة مش عجباني، عايزاها مختلفة عن كل اللي اتعمل. وهنحط سوا تركيبة كوشة تتصور وما تتنسيش أبدا. لو الحلقة فتحت لك منظور جديد ابعتها للي بيقول مش فارق الديكور، وقوليله الديكور مش زينة، الديكور بيخلي الأكل والمزيكا يعيشوا صح.